حبايبنا طلابنا طلاب ثالثه اعدادي في كل مكان في مصر من اسوان لاسكندريه. اهلا وسهلا بيك يا صاحبي. سنه جديده، سنه شهاده، سنه مهمه. هندرس مع بعض النهارده منهج الساينس بالشكل الجديد بتاعه. طبعا كلنا عارفين ان المنهج اتغير، صدقني بقى منهج ابسط بكتير، بقى منهج احسن بكتير. منهج الماده العلميه فعلا اللي فيه هتقدر تفيدك في ثانويه، فصدقني هنستمتع السنه دي مع بعض بالعلم اللي هنتعلمه. تمام؟ انا مستر عمر جمال، مدرس ماده الفيزيكس للمرحله الثانويه. نزلت لك السنه دي ثالثه اعدادي، هتكون ان شاء الله السنه كامله بكل اللي انت محتاجه فري على اليوتيوب في القناه بتاعتنا. فخليك حريص ان انت تشترك في القناه وتحط لايك على الفيديو ده، عشان اول لما الفيديوهات اللي جايه تنزل تبقى انت اول واحد تشوفها. المنهج بالكامل هيكون موجود فري على اليوتيوب، ولا في اي حاجه هتدفعها ولا محتاج منك اي حاجه. كل اللي محتاجه منك بس النيه، ان انت تنوي فعلا ان انت تتعلم معايا علم صادق، ان انت تجيب كراسه تجيب قلم وتبدا تكتب معايا كل كلمه بقولها، كل نوت بقولها، عشان فعلا تستفيد من الحصه. بفكرك ان اي حاجه هنشرح عليها في الحصه هي هتتبعت لك فور فري على الكوميونتي بتاعت الواتساب. لو عايز طبعا تنضم للكوميونتي بتاعت الواتساب هوريك دلوقتي لما نبدا الحصه. الرقم مكتوب هنا؟ لا مش مكتوب هنا، ماشي. هوريك الرقم، تقدر تبعت لنا مسج على الواتساب عشان تقدر حضرتك تدخل الكوميونتي وتقدر تستفيد من الملازم وتستفيد من الشيتات اللي احنا بنبعتها. خليني اوريك الرقم سريعا. الرقم بتاعنا تقدر تبعت لنا مسج. ده رقم الواتساب. حضرتك ابعت لي مسج، هدخلك الجروب بتاع الواتساب، بيتبعت عليك كل الملازم اللي بنشرح منها، بيتبعت عليك كل الملخصات، كمان هيتبعت لحضرتك هديه، هو ملزمه الهوم ورك كامله. انا في ثالثه اعدادي مش عايزك تدفع اي حاجه، من البدايه لحد النهايه الساينس لحضرتك هتكون فور فري على اليوتيوب. كل الشرح كل الحل اللي انت محتاجه هيكون فري على اليوتيوب. خلاص، خلينا بقى ما نطولش اكتر من كده، خلينا يلا بينا نبدا المنهج، نستعرض مع بعض المنهج بتاعنا هنتكلم فيه عن ايه، ونبدا اول درس بتاع النهارده وهو تايبس اوف كيميكال رياكشن، انواع التفاعلات الكيميائيه. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا نبدا مع بعض الدرس الاول في يونت 1. يونت 1 بتتكلم على ايه؟ بتتكلم عن الكيمستري كلها. فاحنا ان شاء الله، عايز بس تفهم حاجه، منهج الساينس عندك بيتقسم لاكتر من برانش: فيزيكس، كيمستري، بيولوجي. خلاص، احفظ الثلاث اسماء دول. لما حضرتك تطلع ثانويه عامه كل برانش من اللي انا قلته ده بيتقسم، بيبقى ماده لوحدها. يعني بيكون عندك ماده اسمها الكيمستري، ماده اسمها البايو، ماده اسمها الفيزيكس. فانا في الساينس في ثالثه اعدادي ببدا ان انا اخد من كل يونت اطمع. يعني ابدا الاول مثلا يونت 1 اتكلم عن الكيمستري، اتكلم بعديها عن البايو، بعديها اتكلم عن الفيزيكس، عشان لما حضرتك تطلع ثانوي ابدا افصل لك الوحدات دي، تبقى انت واخد فكره عن كل حاجه. خلاص يا جماعه؟ فبالتالي كل فكره انا بديها لك عن كل يونت هي يعتبر البيزك، الاساس بتاع الماده الكبيره اللي انت هتطلع تاخدها في ثانويه ان شاء الله. احنا دلوقتي بنعد طالب لثانويه عامه من اول دلوقتي، من اول ثالثه اعدادي يا مستر. من اول ثالثه اعدادي، ثالثه اعدادي اولى ثانوي حضرتك بتخلصه عشان تبدا تدخل ثانيه بكالوريا وثالثه بكالوريا، فتبدا ان انت تبقى جاهز ومستعد ومعاك كل المعلومات. بص بقى يا حبيب قلبي، قبل ما نبدا ان شاء الله مع بعض النهارده في الدرس بتاعنا، عايزين نعمل زي بري كورس كده، عايزين نعمل زي جزء تاسيسي كده بسيط والله العظيم. يعني بثبت لك بس شويه معلومات انت خدتها زمان في السنين اللي فاتت، هبدا انا اقولها لك تاني النهارده عشان نتاكد ان كل حاجه تمام. بص يا حبيب قلبي، اول حاجه انا دلوقتي عايز اعرف معنى ايه كيميكال رياكشن. يعني ايه كيميكال رياكشن؟ بص يا حبيب قلبي، انا دلوقتي لو عايز اعمل كيكه، عايز اعمل كيكه في المطبخ عادي جدا، هدخل المطبخ ابدا مثلا اجيب ايه؟ اجيب بيض، تمام، هجيب مثلا دقيق، تمام، هجيب مثلا سكر، وابدا احطهم في الخلاط فيطلع لي ايه؟ فيطلع لي الكيكه بتاعتي. صح ولا انا غلطان؟ يعني انت بمنتهى البساطه في حاجه انت بتحطها بتتخلط مع بعض او بترياكت مع بعض عشان تديك حاجه جديده، صح كده؟ صلي بقى على النبي. الحاجه اللي انت بتحطها اسمها رياكتنت. اسمها ايه؟ رياكتنت. بتبدا تتفاعل مع بعض فتكون لك حاجه جديده اسمها برودكت. ثانيه واحده، يبقى اللي قبل السهم اسمه رياكتنت، اللي بعد السهم اسمه برودكت. تاني، يبقى انا عندي حاجه اسمها رياكتنت، ده الحاجه اللي هتتفاعل، فبعد ما تتفاعل بتديك حاجه اسمها برودكت. تاني، يبقى انا عندي حاجه اسمها رياكتنت، حاجه اسمها برودكت. جميل قوي. وده السهم. يعني ايه السهم؟ يعني انا بقول لك ان الرياكتنت اتحولت لبرودكت. صلي مع النبي. انا في العادي مش بسيب السهم ده كده. هو انا دلوقتي يا جماعه، صلوا على النبي كده، هو انا دلوقتي لما بحط البيض والدقيق والسكر، هل بسيبهم كده مع بعض عشان يدوا لي كيكه؟
ولا مثلا الاول بضربهم في الخلاط؟ يعني في عمليه خلط، صح كده وانا غلطان؟ صح. عندي في الكيمستري في عمليه حرق، انا بحرقهم مع بعض. فوق المثلث، فوق السهم ده بتعمل علامه مثلث. ده معناها انت بتقول لي ايه؟ معناها بتقول لي ان انا مسكت الرياكتنت، حرقتها، عملت عمليه بيرنينج، فادتني حاجه جديده في الايه؟ في البرودكت. حد عنده مشكله؟ يبقى ايه هي الكيميكال رياكشن؟ بمنتهى البساطه رياكتنتس بيتفاعلوا مع بعض عن طريق الاحتراق او عن طريق اي عامه حاجه كيميائيه. يعني احنا عندنا في ثالثه دي هنركز على الاحتراق، هنركز على علامه اللي هو الايه؟ السهم ده معناها بيرنينج، معناها حصل احتراق، فيديك حاجه جديده في الايه؟ في البرودكت. حد عنده اي مشكله؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده صعب او في اي مشكله؟ صلى على النبي. طيب بص يا حبيب قلبي، تعالى بقى ندي مثال في الكيمستري. انا مثلا هعمل ايه؟ هقول H2 تمام زائد O2، ده يديني H2O بالمنظر ده. هنا عندي يبقى احط هنا 2 واحط هنا 2، وهنتعلم دلوقتي ازاي عملت بالانس. المهم يعني ان هي دي الايه؟ دي كده المعادله بتاعتي. 2H2 بلس O2 اداني 2H2O. طبعا ده الهيدروجين، ده الاكسجين، اداني ايه؟ اداني ميه، اداني ووتر اللي هي H2O. بص يا حبيب قلبي، تعالى بقى نكتب الشكل اللي قدامك ده بصيغه ثانيه عامه، بس عشان انت تفهم ايه اللي حصل. ده الرياكتنس، فتحول لايه؟ لبرودكت. كان عندك شويه حاجات في الرياكتنس اختفت تماما وتحول لحاجه جديده في البرودكت، هي دي الكيميكال رياكشن. طيب تعالى اكتب لك الكلام ده بشكل ثاني. انت هنا عندك 2H2، يعني ايه؟ يعني حاجه بالمنظر ده، اتش واتش ماسكين في بعض برابطه، تمام، ببوند. اتش واتش ماسكين في بعض برابطه ببوند، ما انت عندك منهم اثنين. حد عنده مشكله؟ تمام. بلس او، الرابطه طبعا بتاعت الاكسجين هي دبل، هنشوفها دلوقتي، يعني دبل بوند، فبنكتبها بالمنظر ده. تمام. ادتني ايه بقى؟ صلى على النبي. ايه اللي انا هعمله هنا دلوقتي؟ ركز كده. هبدا ان انا همسك القلم بتاعي، هبدا اكسر البوند، هعمل بريك للبوند اهو، كسرت البوند. حلو. وهبدا اكون بوند جديد. ايه البوند الجديد بقى؟ ان الاتش والاتش هتاخد واحده من الاو، فتبقى اتش 2 او، والاتش والاتش تاخد واحده من الاو، فتبقى اتش 2 او، فبقى عندك 2 اتش 2 او. يبقى انا بمنتهى البساطه ينفع اقول يا جماعه ان الكيميكال رياكشن، صلى على النبي، ينفع اقول ان الكيميكال رياكشن، بص بقى التعريف ده الدقيق بقى، ان انا عندي رياكتنس بكسر البونز بتاعتها عشان اكون بونز جديده في البرودكت. تاني، عندي رياكتنس بكسر البونز بتاعتها، بكسر الروابط بتاعتها عشان اكون بوند جديده في البرودكت. حد عنده مشكله؟ يبقى هو الكيميكال رياكشن. تاني بالله عليك نعيد مره مع بعض. انا عايزك تطلع من الحصه مذاكر، انا مش عايزك تطلع من الحصه تقعد تذاكر لوحدك، احنا بنذاكر مع بعض في الحصه. يعني ايه كيميكال رياكشن؟ البريكنج بتاع البوندز اللي في الرياكتنس تو فورم نيو بوند في البرودكت. والموضوع بقى سهل اهو قدامك، انا بكسر البوندز اللي في الرياكتنس اكون بوند جديده في البرودكت. هل الموضوع ده صعب؟ هل الموضوع ده صعب؟ صلى على النبي. شويه كلام نظري ممكن يسالك عليه. امتى تعرف ان حصل كيميكال رياكشن؟ تعرف ان حصل كيميكال رياكشن لما يتكون عندك كومباوند جديد في البرودكت ملوش علاقه بالقديم. بمعنى انا دلوقتي لما احط بيض ودقيق وسكر اداني كيكه، هل الكيكه ليها علاقه بالبيض والدقيق والسكر؟ هي معموله منها، ولكن هل الكيكه لو انت دقتها نفس طعم البيض او الدقيق او السكر؟ لا. هنا نفس الكلام، لازم الكومباوند اللي يجي في البرودكت، لازم الكومباوند اللي يجي في البرودكت يبقى مختلف تماما عن الكومباوند اللي كان في الرياكتنت. الموضوع سهل قوي. يبقى تاني بالله عليك اخر مره، قول انت بالله عليك يعني ايه كيميكال رياكشن. اسمع، ها قول. قول والله سامعك، قول يعني ايه كيميكال رياكشن. يلا. breaking of bonds in reactants to form new bonds to form new bonds in the ايه؟ in the product. بكسر البونز بتاعت الرياكتنت عشان اعمل بونز جديده في الايه؟ في البرودكت. حد عنده اي مشكله في اللي انا بقوله ده؟ تمام. طبعا علامه المثلث اللي فوق السهم دي مع ان انت عشان تعمل التفاعل ده محتاج حراره. تاني، عشان تعمل التفاعل ده محتاج ايه؟ محتاج حراره. حد عنده مشكله؟ تمام. تعالى بقى دلوقتي بعد ما فهمنا عن ايه كيميكال رياكشن، تعالى بقى نفهم مع بعض ازاي نكتب المعادله دي. ازاي نكتب المعادله، ازاي نكتب البرودكت، ازاي نعمل بالانس. لو عرفنا ازاي نعمل الثلاثه انا بالنسبه لي جاهز ان انا ابدا الدرس بتاعي، ووالله الدرس بتاعي ما هيكمل معايا نص ساعه. مستر ثواني، يعني دلوقتي بتقول ان انا لو ركزت في البورد اللي جايه والبورد اللي بعديها الدرس بتاعي خلص؟ والله خلص.
مجرد بس كلام هنمشي فيه في الملزمه مع بعض، وهبعت لك الملزمه معموله بتقنيه عاليه جدا، هتلاقي الموضوع بسيط قوي بالنسبه لك. يبقى تعالى بقى نفهم ازاي بكتب الكلام ده، ازاي بكتب الاشكال دي كده عشان اوصل للبرودكت، وازاي اعمل بالانس. عرفت منين ان هنا في 2؟ عرفت منين ان هنا في 2؟ انتوا فاهمين قصدي اللي انا عايز اقوله؟ تمام. ليه هنا كتبت اتش 2؟ ليه هنا او 2؟ ليه مش اتش بس؟ ليه مش او بس؟ متفقين مع بعض؟ صلي على النبي وتعالى بقى ايه نشوف. يلا بينا. اول حاجه لازم تبقى ركزت في الجزء ده كويس، عشان ده البدايه بتاعه المنهج بتاعي. يعني كيميكال رياكشن اخر مره قبل ما اقلب بكسر البونز اللي في الرياكتنس عشان اعمل بونز جديده في البرودكت. وخد بالك الكومباوندز اللي موجوده في الرياكتنت بتختفي وبيظهر نيو برودكت، بيظهر نيو كومباوند في الايه؟ في البرودكت. خد بالك. تمام؟ ماشي يا صاحبي؟ ماشي. يلا بينا ندخل بقى على ايه؟ ازاي بنكتب المعادله. صلي على النبي. اول حاجه هنا عندنا عيله اسمها عيله التوتو. ايه عيله التوتو دي؟ العيله دي اول لما حضرتك بتلاقيها دايما، اول لما بتلاقيها لوحدها، خد بالك، اول لما بتلاقيها لوحدها بتكتب تحتيها رمز الاثنين. تاني يا مستر، اول لما بتلاقي حاجه من العناصر دي مكتوبه لوحدها في معادله لازم تيجي تحتيها وتكتب اثنين. فمثلا مين هم عيله التوتو؟ الهيدروجين، النيتروجين، الاكسجين، الفلورين، الكلوراين، البرومين، الايودين، كل ده. طيب فانا دلوقتي هنا لو فاكرين في المعادله دي، تعالى كده نرجع. في هنا اتش صح؟ وفي هنا او مكتوبين لوحدهم ولا لازق فيهم حاجه؟ مستر يعني مكتوب لوحده ويعني ايه لازق فيه حاجه؟ بص انا كده ادي الهيدروجين، هل في جنبه اي حاجه؟ لا هيدروجين بس صح؟ اكسجين هل في جنبه اي حاجه؟ لا اكسجين بس. ولكن هنا في هيدروجين وفي اكسجين ولكن ماسكين في بعض، هم مش لوحدهم، هم مع بعض. لازم العناصر اللي تحت دي تكون مكتوبه لوحدها. فتعالى كده نكتب. يلا بسم الله. انا كتبت اهو الهيدروجين زائد الاكسجين. تمام. عيله التوتو ولا مش عيله التوتو؟ عيله التوتو. فتنزل تحت كل واحده تكتب رقم كام؟ تكتب رقم 2. طيب لو ما كانتش من عيله التوتو كنت سبتها لوحدها ما كتبتش جنبها حاجه. يبقى دي كده بسم الله الرحمن الرحيم البدايه. ازاي اكتب المعادله؟ بص انا دلوقتي بعلمك الحاجه اللي ما تخلكش تحفظ المعادلات اللي في المنهج عندك، تخليك تعرف تكتبها وتستنتجها لوحدك. انا دلوقتي هو كتبت اتش واو، لقيت ان هو من عيله التوتو، هتحفظهم من عيله التوتو، يبقى اكتب تحتيها رمز الايه؟ الاثنين. حد عنده مشكله؟ ها هل دي فيها اي مشكله؟ تمام. ده يديك ايه؟ يديك اتش 2 او واحده واحده. ادي الاتش وادي الاو صح؟ او خلينا دي في الاخر، خلينا دي في الاخر احسن عشان ايه؟ محدش يطلع. المهم ان هي اديتك اتش 2 او. تمام؟ مستر ليه اتش 2 او؟ ليه مش اتش او 2؟ وليه مش اتش 3 او 4؟ وليه مش اتش او بس؟ كل ده هنعرفه في السبوره الثالثه. خلاص دلوقتي احنا بنتعلم ازاي نكتب الرياكتنس. لو لوحده حط تحتيه، لو من عيله التوتو حط تحتيه رقم 2، لو مش من عيله التوتو ما تحطش تحتيه حاجه. هل الموضوع صعب؟ جميل قوي. طيب اديتك اتش 2 او وهنعرف ليه اديتني ده بالذات في البورد الثالثه. جميل. هنا بقى عايز اعمل حاجه اسمها بالانس. دي بقى اهم حاجه في الكيمستري، والله العظيم بسيطه قوي. بدخل يا جماعه حصص كتير، تمام، بلاقي الطلبه طالعه لي من اعدادي لثانوي مش عارفه تعمل بالانس للايكويشن. كارثه كارثه. انا طبعا كمدرس فيزيكس في ثانويه انا الصراحه مش فارق لي البالانس لان انا ما عنديش معادلات، ولكن اللي هقوله لك دلوقتي ده ازاي تعمل بالانس، عشان حضرتك لما تروح لمدرس الكيمستري يقول كتر خير المدرس اللي كان بيديك في اعدادي. فركز بقى كده ازاي حضرتك تعمل بالانس واحده واحده. الموضوع اشبه باللعبه. يعني ايه باللعبه؟ عايزك تمشي واحده واحده، امشي واحده واحده معايا. انت هنا عندك كام اتش؟ 2 اهو صح؟ عندك 2 اتش صح؟ يبقى لازم لما يطلعوا لي كام اتش؟ يطلعوا لي 2. ادي 2 اتش. روح هناك طلع لك كام اتش؟ طلع لك 2. يبقى انا كده وازن الاتش ما عنديش مشكله. كده الاتش موزونه الحمد لله، انا كده ما عنديش اي مشكله. دخل 2 طلع 2، لازم اللي يدخل قد اللي يخرج، هي دي البالانس. ركز بقى. هنا دخل كام اكسجين؟ 2. طلع كام؟ طلع 1 بس. هل كده موزونه؟ نعيد تاني، هل كده موزونه؟ لا. داخل لي 2 طالع لي 1 بس، يبقى انا كده مش موزون. حلو قوي. هنعمل ايه بقى؟ عايزين نوزنها. طيب واحده واحده. تعالى نمسك ده هنا بالمنظر ده. بص يا حبيب قلبي، الرقم اللي حضرتك هتحطه هنا على سبيل المثال مثلا حطيت 2، الاثنين دي بتبدا تتضرب هنا وتبدا تتضرب هنا. يعني انا لو حطيت 2 اتش 2 او، جاوب عندي كام او؟ 2. عندي كام اتش؟ 2 في 2، يعني دي تروح تتضرب في دي، فبقى عندك كام اتش؟ عندك 4 اتش وعندك 2 من الاكسجين.
يبقى خد بالك الرقم اللي بيتحط جنب الكومباوند بيتضرب في الكومباوند كله، ركز في دي عشان مهمه، الرقم اللي بيتحط جنب الكومباوند بيتضرب في الكومباوند كله، ولكن الرقم اللي بيتحط تحت الكومباوند تحت الحرف ده بيكون رايح للحرف ده بس. يعني انا هنا لما اعمل 2 H2O او مثلا 2 HO عندي كام اتش؟ 2. عندي كام او؟ 2. ده حاجه، ولكن لو عملت كده ده حاجه ثانيه. الرقم لو كتب تحت يبقى هو للعنصر ده بس، يبقى الاتش في منها 2، ولكن هل الاكسجين في منها 2؟ لا. يبقى ناخد بالنا بقى ايه من الفرق ما بينهم. جميل قوي. طيب تعالى نمسح ايه؟ نمسح دي عشان نعرف نكمل يبقى في مكان. ماشي اهو. تمام. يلا بينا نكمل. هنا في 2. ماشي. يلا فكده الاكسجين فيه 2. هنا طلع كام؟ طلع 1. فهعمل ايه؟ هحط هنا 2. خلينا نجيب رقم لون مختلف. هحط هنا 2. كده بقى عندك كام اكسجين؟ 2. بقى عندك كام اكسجين هنا؟ 2. ما ال2 دي مضروبه في الهيدروجين مضروبه في الاكسجين، فبقى عندي 2 اكسجين هنا و2 اكسجين هنا. كده انا وزنت الاكسجين. خد بالك بقى، اي رقم حضرتك تحطه في الكيميكال رياكشن سواء هتحطه في الرياكتنت او في البرودكت لازم ترجع تعيد كله من الاول، لان ممكن الرقم ده يبوظ لك الهيدروجين اللي انت كنت لسه ظابطها. مش انت كنت لسه قايل الهيدروجين داخل 2 طلع 2 واتفقنا وعملنا عليها صح وقلنا ان هي ما فيش اي مشكله؟ صح كده؟ جميل. ممكن الرقم اللي انت حطيته ده يرجع يبوظ لك الحاجه اللي انت عملتها في الاول. فكل رقم انت بتحطه في البالانس ترجع تتشيك الكومباوند من الاول خالص. فانا حطيت 2 هرجع اتشيك من الاول. يلا عندي كام هيدروجين؟ 2. تمام. روح هنا. عندي كام هيدروجين؟ 2 في 2 يبقى كام؟ يبقى 4. هل كده موزونه؟ لا. داخل 2 طالع 4 كده مش موزونه. فهعمل ايه؟ هحط هنا 2 عشان 2 في 2 تبقى 4. يبقى انا كده داخل 4 طالع 4. متفقين؟ تعالى يلا من الاول. يلا من الاول. قلت لك اي رقم هتحطه في الرياكتنت او في البرودكت ترجع تتشيك كله من الاول وجديد. كم هيدروجين؟ 2 في 2 يبقى 4. كم اكسجين؟ 2 بس يبقى 2. حد عنده مشكله؟ تعال نروح هنا. كم هيدروجين؟ 2 في 2 يبقى 4. كم اكسجين؟ الاثنين دي مضروبه في كله، اوعى تنسى اللي بتتكتب جنب الكومباوند بتتضرب في كله. 2 اكسجين يبقى 2. هنا 4 هيدروجين طلع 4 هيدروجين. دخل 2 اكسجين طلع 2 اكسجين. انا كده تمام، كده عملت بالانس للايكويشن. يبقى الموضوع كله هو ان انت بتاخد ايه؟ حرف حرف بتبدا تتاكد. لقيت حرف بايظ تبدا تظبطه، اول لما تظبطه ترجع تراجع من الاول وجديد بس. هتلاقي والله العظيم بعد خطوه ولا 2 المعادله كلها اتعمل لها بالانس. هذا موضوع بسيط. والله موضوع سلس قوي. النهارده ان شاء الله في الحصه بتاعتنا هنشوف بتاع 3 4 كومباوندز. لا يا لهوي، ده احنا هنشوف بتاع 12 كيميكال رياكشن ولا حاجه. هبدا في كل واحده اوريك البالانس بتاعها كده سريعا. هنبدا اول واحده بالتفصيل، بعد كده ايه بلاش بالتفصيل قوي، بعد كده نبدا نقل لحد ما انت خلاص البالانس اللي بايدك ايه تكتبه بسرعه، فنبدا نعدي عليهم بسرعه. حد عنده مشكله؟ فهمنا؟ تمام. كده يا مستر انا فهمت كل حاجه، بس عندي مشكله بقى في هنا. لما حطيت اتش او ليه طلع اتش 2 او؟ تعالى بقى نشوف ده في السبوره الثالثه مع بعض. الثلاث سبورات دول مهمين قوي. يلا بص يا حبيب قلبي، هنا هنتكلم عن حاجه اسمها الفالنسي. في عناصر هي الفالنس بتاعها 1، عناصر الفالنس بتاعها 2، عناصر الفالنس بتاعها 3. خد بالك في العناصر اللي الفالنس بتاعها 3 اللي هي النيتروجين، النيتروجين مش دايما 3. في بعض الكومباوند عايز تشطبها ولا كأنك شايفها ما عنديش مشكله. خلاص؟ هبدا دلوقتي اطلع اهو بره الكادر خالص. حضرتك ممكن تاخد صوره للسبوره، احفظ العناصر اللي الفالنس بتاعها 1، العناصر اللي الفالنس بتاعها 2، والعناصر اللي الفالنس بتاعها 3. وهقول لك دلوقتي هنستفاد بالكلام ده ازاي. خدت الصوره؟ يلا بينا نكمل. بص يا حبيب قلبي، صلي على النبي كده. انت جيت هنا قلت لي ان انت عندك H2. طبعا كلنا عارفين ليه كتبت تحت ال H2 وتحت ال O2، عشان هما من عيله الايه؟ من عيله التوتو، فلازم لما يتكتبوا لوحدهم يتكتب تحتهم ايه؟ 2. حلو قوي. بص بقى يا حبيب قلبي، لو انت هتعمل H و O المفروض يديك ادي H وادي O، صح؟ صح؟ عايزين بقى نعرف H كام و O كام. هنا بقى نيجي للحته بتاعت الفالنس. كل واحده من دول هتشوف الفالنس بتاعها كام. الاتش اهي الفالنس بتاعها كام؟ 1. تيجي تكتب هنا 1. صعبه؟ بسيطه. الاكسجين الفالنس بتاعه كام؟ 2. تيجي تكتب هنا 2. هل فيها مشكله؟ جميل. وتروح عامل كروس. يعني ايه كروس؟ يعني ال2 تروح للاتش
والاكسجين تاخد الواحد فبقت H2O. فهمتوا ليه خليتها H2O مش HO او مش HO2؟ فهمتوا؟ بتنزل الحرفين تحط الفالنس بتاعتهم من خلال الجدول اللي قدامك ده وتبدا تعكسهم. كده انا خلصت كتبت الكيميكال رياكشن بتاعتي، بعدها تبدا تعمل لها بالانس، هتبقى دي كده، يبقى دي كده زي ما احنا لسه عاملينها كده. ظهرت اول كيميكال رياكشن عندنا زي اللي كتبناها في اول سبوره. يبقى هو موضوع الكومباوند اللي بيطلع الناحيه الثانيه ده ما هو الا ان انت ايه؟ بتحفظ الفالنس. تمام؟ بعد ما حضرتك بتحفظ الفالنس بتبدا تنزل الحرفين، تنزل الفالنس بتاعتهم وتعمل لهم كروس. انا كده تمام، انا كده ما عنديش اي مشكله. خلاص. الثلاث سبورات اللي فاتوا دول من اخطر ثلاث سبورات في منهج الكيمستري. بص يا حبيب قلبي، اي حد بيدرس كيمياء اعدادي ثانوي جامعه ماجستير اي حاجه، الثلاث سبورات دول هم حياتك، اساسك في الكيمستري. اساسك في الكيمستري كله يكمن في الثلاث سبورات دول. فبعد اذنك لو انت ما كنتش مركز معايا في الجزء اللي انا قلته اللي فات ده، اتمنى ان انت توقف الفيديو ترجع تعيد الجزء اللي فات كله من الاول، او ان انت تبعت لي مسج على رقم الواتساب اهو مكتوب عندك هنا واديته لك في اول الحصه، تقول لي مستر انا مش فاهم كذا وهبدا اشرح لك. خلاص. لازم بعد اذنك انت بتذاكر معايا في الحصه، انا عايزك تقفل الحصه، هكون باعت لك الملزمه على لينك جروب الواتساب، مش عايز اكتر من كده منك، انا مش عايزك تتعب اكتر من كده، وفر التعب ده للمواد الثانيه. انا بقول لك وانت بتذاكر معايا في الحصه، معاك البيبسي بتاعك او اي حاجه، الحاجه اللي انت بتشربها، معاك الورقه، معاك القلم، مشغل الفيديو، قاعد في اجواء مناسبه، اجواء هاديه، انت بتذاكر معايا. مجرد ما الحصه تخلص انت خلصت، انت مش محتاج حاجه اكتر من كده. ماشي؟ فبعد اذنك الثلاث سبورات دول اللي انا بشرح لك فيهم معنى كلمه كيميكال رياكشن، قولها كده بالله عليك. انت بتذاكر معايا قول يعني ايه كيميكال رياكشن؟ تكسير الروابط في الرياكتنس، تكوين روابط جديده في البرودكت، ولازم كل الحاجات اللي في الرياكتنت تختفي ويتكون حاجات جديده في الايه؟ في البرودكت. هي دي الكيميكال رياكشن. البريكنج بتاع البونز، البريكنج تكسير الروابط، البريكنج بتاع البونز في الرياكتنس، تكوين نيو بونز في الايه؟ في البرودكت. تمام يا جماعه؟ فهمنا ازاي بنعمل بالانس، فهمنا ازاي ان عيله التوتو الحاجات دي لما بتيجي لوحدها بيتكتب تحتيها رقم 2. طب البرودكت بقى يا مستر، عشان تعرف البرودكت نزل الحاجات اللي في الرياكتنت واكتب الفالنس بتاعتها واعكسهم. شكرا. خلاص. طبعا في حاجات اب نورمال، حاجات لازم اشرح لك جوه المعادله نفسها، لما نيجي نشرح الدرس دلوقتي هنبدا نعرفها. انا باللي انا خلصته ده اقسم بالله خلصت 50% من الدرس. كل اللي جاي دلوقتي انا بعدي على كيميكال رياكشنز بنطبق فيها كل اللي احنا قلناه ده، والموضوع بيبقى بالنسبه لنا بسيط. هطلب منك ايه دلوقتي؟ هطلب منك يا حبيب قلبي ان انت تاخد بريك، تكتب كل اللي انا قلته لو انت ما كنتش كتبته، تذاكره شويه وتاخد نفسك كده، خد بريك بتاع ربع ساعه ولا حاجه، وتعالى بقى ندخل على الدرس بتاعنا. يلا بينا يا شباب ثالثه اعدادي، بعد ما تاسسنا مع بعض، بعد ما فهمنا البيزكس بتاعت الكيمستري، البيزكس اللي انت محتاجها في كل سنوات حياتك، تعالى ما نبدا المنهج بتاعنا. تعالى نبدا ليسون 1، هو انواع التفاعلات الكيميائيه، تايبس اوف كيميكال رياكشن. مش احنا عارفين الكيميكال رياكشن يعني تكسير البونز في الرياكتنس واعمل بونز جديده في البرودكت. تعالى بقى هم قسموا الكيميائيين يعني قسموا التفاعلات دي لاكتر من نوع، هنعرف دلوقتي كل نوع فيهم، هنعرف ناخد كام ايكويشن كده في كل نوع فيهم. طبعا خلاص بالتاسيس اللي انت فهمته ده هتعرف تحل اي ايكويشن فيهم والموضوع هيبقى بسيط جدا خلاص بالنسبه لك. تمام؟ تعالى كده نبدا ايه سريعا. الملزمه طبعا هتتبعت لك على جروب الواتساب. بص يا حبيب قلبي الموضوع بسيط قوي، بيقول لك ايه؟ ورم اب ايدي، يعني هنبدا بس نسخن كده بحاجات بسيطه، خلاص احنا سخنا. بيقول لك ان انت هتجيب زنك وهتجيب اتش سي ال، هتبدا تحطهم مع بعض. اتش سي ال ده اللي هو المحلول لونه ازرق ده، هتحط جواه زنك. خلاص. فكده زنك واتش سي ال هيبدا يحصل ايه بقى؟ هتلاقي ان في شويه جاز بابلز زي ما انت شايف كده، في جاز بابلز بدات تطلع، ده معناه ان حصل كيميكال رياكشن. تمام. هنعيد نفس الكلام تاني، هنجيب ماربل وهنجيب اتش سي ال اللي هو قدامك هنا، ادي الماربل وادي الاتش سي ال، هلاقي برده ان في شويه زي ايه، زي غازات طلعت، ده معناه ان حصل كيميكال رياكشن واتعمل لي كومباوند جديد. حلو قوي الكلام ده. طيب هل ده معناه ان الكيميكال رياكشن اللي حصل هنا لازم يكون هو الكيميكال رياكشن اللي حصل هنا؟ مش شرط، في كل واحد فيه انواع مختلفه، هنبدا نفهم دلوقتي ايه كل نوع فيهم بيتكلم على ايه. تمام؟ طيب تعالى بقى اول حاجه اللي احنا خدناها، يعني chemical reaction it is a process in which bonds in the molecules of the reactants are broken. يعني انت عندك bonds بتكسرها في الرياكتنس عشان تكون new bonds في الايه؟ في البرودكت. بص and new bonds are formed in the ايه؟ in the products. خلاص. producing new substance with different properties. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لما كان عندي بيض وسكر ودقيق وعملت كيكه، مش الكيكه دي سبستنس جديده بطعم مختلف عن البيض والدقيق والسكر؟ نفس الكلام، انت لما بتكسر الروابط في الرياكتنت وتعمل روابط جديده في البرودكت، ده بيديك كومباوند جديد في البرودكت عنده خصائص مختلفه عن اللي كانت في الرياكتنت. بمعنى انا دلوقتي لما اقول لك 2 H2
زائد O2 يديك 2 H2O. المعادله اللي احنا لسه متعلمينها مع بعض. هل ده وده هم ده؟ لا، دي ميه، دي مختلفه عن ده ومختلفه عن ده، يبقى دي كده عنده خصائص. تمام، لما كسرت البونز وعملت بونز جديده في البرودكت ادتني كومباوند جديد بخصائص مختلفه عن اللي موجود في الرياكتنت. هو ده تعريف الكيميكال رياكشن اللي احنا اصلا كنا لسه واخدينه مع بعض، فالموضوع بسيط قوي. تمام، دلوقتي بقى يا مستر اديني دلائل ان حصل كيميكال رياكشن. يعني انا دلوقتي عايز دليل قاطع ان حصل كيميكال رياكشن. قال لك ان لو حضرتك لقيت ان اللون اتغير، تشينج ان كلر، اللون اتغير، اعرف ان حصل كيميكال رياكشن. لو لقيت ان في غازات بتطلع بالمنظر ده، اعرف ان حصل كيميكال رياكشن. لو لقيت ان ترسب عندك زي مثلا شويه بريسبتيت كده في تحت في المحلول بتاعك، اعرف ان انت حصل عندك كيميكال رياكشن. لو لقيت الكيميكال رياكشن بتاعك لما تحط اتنين على بعض طلعوا نور، اعرف ان حصل كيميكال رياكشن. يبقى امتى اعرف ان حصل كيميكال رياكشن؟ لو في بريسبتيت، لو في نور، لو في جاز طلع، لو في تشينج ان كلر. ممكن تجي لك كومبليت، او ممكن تجي لك مثلا ايه، اديني دلائل ان حصل كيميكال رياكشن. تكتب 1 تشينج ان كلر، 2 جاز ايفولوشن، 3 بريسبتيت فورميشن، 4 ايميشن اوف لايت. اي حاجه من دول لو حصلت ده معناه ان حصل كيميكال رياكشن. معناه ان ايه؟ حصل كيميكال رياكشن. معناه ان ايه يا مستر؟ معناه ان في روابط اتكسرت في الرياكتنت وحصل روابط جديده في البرودكت، اديتك كومباوند جديد ملوش علاقه بالقديم. تاني، تكسير روابط في الرياكتنت تعمل روابط في البرودكت تديك كومباوند جديد ملوش علاقه بالقديم. ملوش علاقه بالقديم، ركز فيه عشان مهم. جميل. عندنا بقى انواع الكيميكال رياكشن احنا قسمناها لاربع انواع: ديكومبوزيشن رياكشن، سمبل سبستيتيوشن، ودبل سبستيتيوشن. يبقى انت عندك اثنين، السمبل سبستيتيوشن والدبل سبستيتيوشن. هنفهم دلوقتي كل نوع بيعمل ايه والموضوع هيبقى سهل قوي بالنسبه لك. اخر حاجه اسمها دايركت كومباينيشن، اخر حاجه اسمها دايركت كومباينيشن. جميل. لما انا دلوقتي ابدا امسك كل نوع فيهم ابدا اتكلم عليه واقول لك بيحصل امتى واديك الايكويشنز بتاعته، وكل ايكويشن هبدا ارجع للاساسيات اللي احنا لسه متعلمينها مع بعض، وهتلاقينا هي بالظبط بطبق كله في كل الايكويشنز. لما اخلص الاربعه دول يبقى انا خلصت الحصه بتاعتي النهارده اللي هي تايبس اوف كيميكال رياكشن، اللي هي انواع الكيميكال رياكشن. الموضوع بسيط قوي والله العظيم، مش هياخد مننا اي وقت خالص. بفكرك ده رقمنا على الواتساب، لازم تبعت لنا عشان ندخلك الكوميونتي اللي بيتبعت عليها كل الشيتات، بيتبعت عليها الملزمه اللي بنشرح منها، بيتبعت عليها اسئله اضافيه ممكن ما تنزلش على اليوتيوب. فكل ده لازم تبقى انت ايه، بعت لنا مسج على رقم واتساب عشان تدخل الجروب. تعالى بقى نبدا بالدايركت كومباينيشن. ايه هو الدايركت كومباينيشن؟ بمنتهى البساطه، بيكون عندك عنصر A وعنصر B بيتحدوا مع بعض، فبيبدا يعني بيتكون ما بينهم رابطه، فبيبدا يديك كومباوند جديد عباره عن A وB. عارف ده زي ايه؟ زي اللي احنا لسه متعلمينه لما قلنا 2 H2 زائد O2 اداني H2O، 2 H2O، صح؟ مش ده كومباوند وده كومباوند؟ ده كومباوند جديد اتحدوا مع بعض هما الاثنين الاتش والاو، وده كومباوند جديد. هو ده اللي انا بتكلم فيه. هل الكلام ده صعب؟ حلو. طيب مش عايزين نعمل في دي، تعال نشوف هنا هنعمل ايه. اهو ام جي و 2 اداك 2 ام جي او. تعال ناخد المعادله كده نشوف هو قال ايه. اول حاجه ام جي، هل الام جي من عيله التوتو؟ هل الام جي من العيله اللي كانت مكتوبه ناحيه الشمال؟ طبعا انت بتتفرج فبالتالي ناحيه اليمين، بالنسبه لك انت ناحيه اليمين. هل الام جي كان من عيله التوتو؟ هل الام جي كان من عيله التوتو؟ ثواني، تعال اكتب هنا اهو. ليه ظهر مره واحده؟ ثواني. تمام. هل الام جي كان من عيله التوتو؟ لا. فهل هكتب تحته رقم 2؟ لا. قلت لك الناس اللي في عيله التوتو لما بتتكتب لوحدها بيتكتب تحتها رقم 2. جميل. زائد اكسجين، هل الاكسجين من عيله التوتو؟ اه، فهكتب تحتيه رقم 2. هل الموضوع بسيط؟ الموضوع مفيش اي مشكله. تمام. هيبدا هعمل السهم ده الرياكتنس، هيبدا يتكسر الروابط واعمل نيو بونز في البرودكت. خد بالك اوعى تنسى السهم. تمام. مستر انت قلت لي الكومباوند اللي بيطلع هنا ده اعمله ازاي؟ قلت لك امسك ده وامسك ده بالمنظر ده كده، واكتب الفالنس بتاع كل واحد تحتيها. الام جي كان 2 والاو كان 2. خد بالك بقى لو الاثنين نفس الفالنس يتشدوا مع بعض وتنزل ام جي او. طب لو ما كانوش نفس الفالنس كنت هعمل ايه؟ كنت هعمل كروس. حلو قوي الكلام ده لحد اللحظه دي. تمام. طيب هل انا كده عامل بالانس؟ لا انا كده مش عامل بالانس. واحده واحده. الام جي 1 طلع 1، شكرا.
الاكسجين 2 طالع كام؟ طالع 1 يبقى احط هنا 2. كده بقى الاكسجين 2 في الرياكتنس واكسجين 2 في البرودكت. حلو قوي. تعالى هنعيد من الاول. انا قلت لك كل رقم بتحطه لازم تعيد كل حاجه من البدايه. تمام. هنا الام جي 1 هنا الام جي 2 يبقى تحط هنا 2. تعالى يلا نعيد من الاول. الام جي 2 طلع 2 الاكسجين 2 طلع 2. انا كده وزنتها. خد بالك اهو ام جي زائد او 2 يطلع 2 ام جي او. يبقى انا لما نيجي اصلا ما احفظ الايكويشن بتاعتي انا بعرف استنتجها، انا بعرف اجيبها. خلاص. فانا ركز قوي في اللي قدامنا ده يا جماعه عشان ده ايه مهم جدا. تمام. خد بالك بقى عشان دي مهمه. لازم تعرف في كل واحده لما عملت الكيميكال رياكشن الدلاله اللي حصلت. عشان انا قلت لك ان في دلاله زي تغيير اللون، زي ان في طلع غاز، زي ان في طلع بريسبتيت، زي ان لقيت ان في نور طلع قدامك. صح؟ طيب هنا ايه اللي حصل؟ قال لك مغنيسيوم بيرنز وذ برايت وايت فليم، في ضوء ابيض ظهر زي ما ظهر قدامك في الصوره اهو. لما حطيت الاكسجين على المنجنيز تحس ان في ضوء ابيض ظهر. صح؟ ده دليل ان حصل كيميكال رياكشن. بس خد بالك بقى اللون الابيض اللي بيطلع في حاله المنجنيز عشان ده ممكن يجي في التشوز. اللون الابيض اللي بيطلع في حاله المنجنيز ده تعالى هنا فين اهو سيفتي. عشان تخلي بالك من نفسك لما تعمل التجربه دي اللون الابيض ده بيكون شعاع موجود في منطقه الالترا فايلوت، والالترا فايلوت دي حاجه بتضر عينينا. فلازم وانت بتعمل التجربه دي تبقى لابس نظاره عشان تحمي عينك من الشعاع ده. بص انا بيقول لك ايه avoid staring directly at burning magnesium. ليه ما ينفعش تبص على المغنيسيوم وهو بيتحرق؟ عشان الضوء اللي طالع ده موجود في الالترا فايلوت، والالترا فايلوت دي الاشعه فوق البنفسجيه بتاثر على الشبكيه بتاعت العين. فخد بالك عشان ممكن تجي لك. يبقى خد بالك المنجنيزيوم لما بيبدا يحصل له دايركت كومباينيشن اهو دايركت كومباينيشن مع الاكسجين بيديك اهو دي الايكويشن. وخد بالك ايه الدلاله؟ بيديك لون ابيض وايت فليم قوي. فتاخد بالك ان انت ما ينفعش تبص له بعينك. هنعيد نفس الكلام هنا تاني. 3 اف اي زائد 2 او 2 يديك اف اي 3 او 4. تاني اف اي 3 او 4. حد عنده مشاكل؟ جميل. ستيل وود اف اي بيرن ان ذا فليم بروديوسينج كلير سبارك. في سبارك هنا كان في وايت فليم، هنا كان في سبارك. جميل قوي. اخر حاجه هي ايه؟ اخر حاجه هي الكبر doesn't burn with a visible flame. Instead a black layer of copper oxide form on its surface. يعني دي كانت بتطلع لك وايت فليم، دي كانت بتطلع لك سبارك. بس الكبر مع الاكسجين مش بيطلع سبارك. امال بيعمل ايه؟ بيعمل زي بلاك لاير، طبقه سوداء. مش عارف انت هتشوفها هنا ولا لا. طبقه سوداء في الجزء بتاع الحرق كده تلاقي دي بقى لونها اسود. خلاص فتغير اللون. ادام اتغير اللون يبقى دي دلاله ان حصل كيميكال رياكشن. جميل. تعالى مثلا نعمل دي مع بعض كده. انا جبت كبر اهو وجبت اكسجين. هل الكبر من عيله التوتو؟ لا، فمش هيتكتب تحته 2. ولكن هل الاكسجين من عيله التوتو؟ فهيتكتب تحته 2. جميل. تعالى ادي السي يو او. اكتب الفالنس السي يو 2 والاو 2 ادام نفس الفالنس يروحوا مع بعض. فبقى بالمنظر ده. يلا نعمل بالانس. يلا نعمل بالانس. داخل 1 سي يو طالع 1 سي يو. تمام. داخل 2 اكسجين طالع 1 اكسجين بس، فاكتب هنا 2. كده بقى داخل 2 اكسجين طالع 2 اكسجين. كده انا تمام. بس اي رقم تحطه في البالانس لازم ترجع تعيد الايكويشن من الاول. تعالى 1 سي يو 2 سي يو يبقى تحط هنا 2 سي يو اهو. بقى 2 سي يو زائد او 2 يديك 2 سي يو. حد عنده اي مشكله في الجزئيه دي؟ هل الدنيا تمام معاك؟ الموضوع بسيط، الموضوع لذيذ. صلي على النبي. صلي على النبي. طيب هنا دي سبيشال كيس مش هتعرف ان انت تعملها لوحدك. ليه؟ لان الايرون يا جماعه في منه 2 فالنس. في ايرون دايوكسايد وفي ايرون ترايوكسايد. يعني في ايرون الفالنس بتاعه 2 وفي ايرون الفالنس بتاعه 3. طب انا وصلت ازاي؟ طبعا انت في الاخر هتحفظها يعني، ولكن انت وصلت ازاي للايكويشن دي؟ بمنتهى البساطه انا عملت الدايوكسايد لوحده طلعت الكومباوند. عملت تعالى نعملها مع بعض. تعالى بص يا سيدي صلي على النبي. انا هعملها لك بس ايه لمجرد الفهم، ولكن انت احفظها. دلوقتي الاف اي في منه 2، في منه اف اي الفالنس بتاعته 2 وفي منه اف اي الفالنس بتاعته 3. حد عنده مشكله؟ تعالى نعمل دي وتعالى نعمل دي. بص يا سيدي انا هعمل اف اي. هل ده من عيله التوتو؟ لا. زائد او 2. هل الاو 2 من عيله التوتو؟ فاكتب 2. حلو قوي الكلام ده. ده يديك ايه؟ ده يديك ادي اف اي او. تمام. تعالى نبدا الاول. اللي في حاله الاثنين. يعني الفالنس بتاع الاف اي 2 والفالنس بتاع الاكسجين 2. دي تروح مع دي يبقى اف اي او.
هنا نحط 2 وهنا نحط 2 كده انا عملت الايه؟ البالانس صح، ما عنديش مشكله. حد عنده مشكله في اللي انا بقوله ده؟ صلى على النبي. تعالى بقى نعمل الثانيه لما يكون الاف اي 3. هكتب نفس الكلام اهو، اف اي زائد او 2 يطلع اف اي او. تعالى بقى نكتب الايه؟ الفالنس بتاعي. هنا الاف اي 3، الاكسجين 2. هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم كروس، فالاف اي هيكون هو الاثنين والاكسجين هيكون هو الايه؟ اللي 3. حد عنده مشكله؟ يلا نعمل بالانس. هنا 2 اف اي عشان يطلع هنا 2 اف اي، تمام. هنا 2 وهنا 3. حد عارف ازاي اظبطها؟ حد جدع عارف ازاي اظبطها؟ هقول لك. ايه رايك اعمل هنا 2 فيبقى كده 2 في 3 6، واعمل هنا 3 فيبقى 3 في 2 6. من اصعب الحاجات بتاعت البالانس دي، ركز ركز. حطيت هنا 2 تتضرب في 3 بقت 6، حطينا 3 تتضرب في 2 بقت 6، كده الاكسجين مظبوط. تعالى نعيد. 2 في 2 4، يبقى انا هنا هحط 4 اف اي، يبقى 4 اف اي زائد 3 او 2 يديني 2 اف اي 2 او 3. حد عنده مشكله؟ هل في اي مشاكل؟ جميل قوي الكلام ده، حلو قوي الكلام ده لحد دلوقتي. تعالى نتاكد كده من البالانس. 4 اف اي طلعت لي 4 اف اي، 6 او 2 طلع لي 2 في 3 6 او 2، كده انا تمام. انا بقى دلوقتي الكيميكال رياكشن اللي ظهر لي في الملزمه عندي ده انهي واحد منهم؟ ده انا حطيت الاثنين على بعض، ادي اف اي و2 اف اي فبقت 3 اف اي، اكنك مزجت الاثنين برودكت دول مع بعض عملت لهم بلس، وهنا او او بقت او 4 بالمنظر ده كده، فبقت اف اي 3 او 4. تعال نرجع للملزمه، يلا انجزي بعد اذنك. تمام اهي، فبقت اف اي 3 او 4. طيب لو عايز اعمل بالانس، ادي 3 اف اي طلعت 3 اف اي، 2 في 2 ب 4 اداك 4 فعلا، او يبقى هي دي كده ايه المعادله بتاعتي. خلاص يبقى انا كده فهمتك دي جت منين. جت ان الاف اي عنده 2 فالنس، فعملت دي وعملت دي وعملت لهم بلس. انت بالنسبه لك مش هتقعد تعمل كل ده، احفظها على طول اسهل بكتير. تمام. طيب يبقى انا محتاجين نعرف ايه قبل ما نخلص الجزئيه دي، عشان يبقى احنا كده خلصنا النوع الاولاني. المنجنيزيوم اخطر واحد، طلع وايت فليم، والوايت فليم دي موجوده في حته الالترا فايولت فهتاثر على عينك، فخد بالك وانت بتعمل الرياكشن ده البس نظاره للسيفتي، البس نظاره عشان تحمي عينك. بعد كده هنا لما الاف اي دخل مع الاكسجين حصل زي سبارك، بس طبعا السبارك بتاعت دي اخف من دي، تمام. هنا بتاعت الكبر ما حصلش اصلا سبارك، بس خد بالك لازم يحصل حاجه بديله، ما هو لازم تديني دليل ان حصل كيميكال رياكشن. فايه الدليل؟ اتكون طبقه سوداء. جميل. طيب ليه المنجنيز طلع شعاع قوي، الايرون اقل، الكبر اقل؟ قال لك ان الاكتيفيتي بتاعت الميتالز دي كل ما الاكتيفيتي زادت كل ما يعني الدليل ان حصل كيميكال رياكشن زاد. المنجنيز كان اعلى واحد عشان كده اداك وايت فليم. بعد كده الايرون اقل منه اداك شعاع، اداك سبارك بس مش وايت فليم مش زي المنجنيز. ليه؟ عشان الكيميكال اكتيفيتي بتاعته اقل، واقل واحد الكبر، يبقى دي مهمه قوي. انا دلوقتي اديتك ثلاث عناصر اكس زد وواي، فكره سؤال. حطيتهم مع الاكسجين، الاكس اداني وايت فليم، الزد اداني سبارك، الواي ما ادانيش حاجه. رتبهم لي من حيث الاكتيفيتي، هتقول لي ان اكس اكبر من زد اكبر من واي. تمام. ده المثال اللي عندك، المغنيسيوم اكبر من الاف اي والاف اي اكبر من الكبر. حد عنده مشكله؟ لذيذ قوي. ده كده كان النوع الاول. النوع الاول بسيط جدا، بحط حاجه مع اكسجين، منجنيز ايرون كبر مع اكسجين فبيبدا يديني كومبوننت جديد. فهمتك كل معادله منهم ازاي بنكتبها، ازاي بنعمل لها بالانس. هتلاقي الموضوع هو اللي انا قلته في الاساسيات. انا مجرد بس بعدي عليك في الملزمه، بديك النوتس، بديك الوايت فليم، خد بالك البس نظاره، الحاجات اللي هي بتيجي في التشوز وبتيجي في الجيف ريزون والكلام ده كله. انا الموضوع بسيط والله، الموضوع سهل قوي. يلا بينا يا عم نكمل عشان نخلص الحصه دي. بعدين حاجه اسمها ديكومبوزيشن رياكشن، هنا بقى العكس. الرياكتنس هي اللي متصله ببعض، حضرتك بتعمل كيميكال رياكشن عشان تفصلهم عن بعض. حتى اسمها كلمه ايه؟ ديكومبوزيشن. ديكومبوزيشن. فانا هنا عندي بص، تعالى كده معلش نرجع هنا كده تاني. في الدايركت كومباينيشن اليمنت لوحده، اليمنت لوحده عملت رابطه جديده فاداك في البرودكت اليمنت جديد مزيج ما بين الاثنين. ده في الايه؟ في الدايركت كومباينيشن اهو. تعالى بقى نمسك الديكومبوزيشن العكس، عشان كده بدات بالدايركت كومباينيشن. الديكومبوزيشن بقى بعمل ايه؟ تعالى اهو. الديكومبوزيشن بيبقوا هما الاثنين مع بعض وانا اللي بفككهم، وانا اللي بخلي ده لوحده وده لوحده. حد عنده اي مشكله؟ تمام. اكزامبل ان انت عندك بسم الله الرحمن الرحيم، الميركوريك اوكسايد
اللي هو 2 اتش جي او، هتبدا ان انت تعمل له حراره فيبدا يتفصل، يديك ال 2 اتش جي ويديك الاو 2 لوحدها. جميل؟ طبعا لو جيت هنا بصيت على البالانس، هنا 2 اتش جي 2 اتش جي 2 او بقت او 2. طب ليه بقت او 2؟ لان انا قايل لك الاكسجين من عيله التوتو لما يتكتب لوحده سواء في الرياكتنت او في البرودكت لازم يتحط تحته كلمه ايه؟ 2. هل الموضوع ده بسيط؟ هل في اي حاجه؟ طيب اديني كده اكزامبل تاني. هنا السي اي سي او 3 اداك الكومباوند ده، وصلت له ازاي؟ شايف السي اي الكالسيوم المفروض ان هو يتفصل عن الكربون تراي اوكسايد، صح؟ اللي هو كالسيوم كربونات يعني. تمام؟ ده كده اسمه كالسيوم كربونات. عايز افصل الكالسيوم وعايز افصل الكربونات ده، فهعمل ايه بقى؟ الكالسيوم هياخد واحده اكسجين فيبقى سي اي او، يبقى هنا ايه؟ سي او 2. تاني الكالسيوم خدت واحده اكسجين بالسي او 3 فبقت سي او. بعد كده السي او 2 ده الغاز اللي باقي طلع فوق. حد عنده اي مشكله؟ يبقى تعالى كده نمسك دول تاني، معلش بالله عليك بالله عليك. انا بمنتهى البساطه همسك الميركوريك اوكسيد. جميل اهو. حلو، هتعمل ايه يا مستر؟ صلى على النبي. هبدا ان انا اسخنه، هعمل هيت اهو. مع علامه السهم دي معناها انا ايه؟ عملت حراره. فهبدا افصل الميركوريك اوكسيد ده، هبدا افصل الميركوري لوحده ويبدا الاكسجين يطلع في التيوب لوحده. يبقى انا كده فصلتهم. يبقى خد بالك كنت مدخل 2 اتش جي اللي هو سوليد، خلاص طلع لك السيلفر بتاعك وطلع لك الاكسجين. طب هنا هبدا امسك الكالسيوم كربونات، هبدا امسك كالسيوم كربونات فيبدا اعمل له هيتنج، اعمل له حراره فيديني الكالسيوم دايوكسيد والكربون دايوكسيد. الكالسيوم اوكسيد والكالسيوم دايوكسيد. طيب طبعا الكالسيوم اوكسيد ده سوليد، الكربون دايوكسيد ده جاز. حد عنده اي مشاكل في التو ايكويشنز دول؟ يبقى انا هنا انت بس بتفكهم، تمسك كل واحده تفكها. ممكن دي بس اللي تكون صعبه شويه، انا فكيتها. سي اي سي او 3، خد بالك اهي سي اي سي او 3 فتتفك سي اي وسي او 3. لا، في واحده اكسجين بتروح للكالسيوم فيبقى سي او وسي او 2. في مشكله؟ ده كده كان النوع الثاني. تعالى بقى نروح على الايه؟ على السمبل سبستيتيوشن. تمام؟ سنس ان احنا خلصنا السمبل سبستيتيوشن نروح على الدبل سبستيتيوشن، خلصنا الاثنين دول يبقى انا خلصت الحصه بتاعتي اللي هي التايبس اوف كيميكال رياكشن. ما هي الا ايه؟ ما هي الا حاجات في الرياكتنس بنكسر الروابط بتاعتها، نعمل روابط جديده في البرودكت، بنبدا نعدي على كل واحده نقول النود بتاعتها. هاتك بتكتب النود، يعني مثلا تكتب ان المنجنيز بيطلع وايت فليم، ان الايرون بيطلع سبارك، ان الكبر مش عارف بيعمل ريسبتيت لايه. خلاص؟ تاخد بالك من الايكويشنز تكتبها مره لوحدك بعد الحصه، يبقى بالنسبه لك الحصه كلها خلصت الموضوع. تمام، هطلب منك ايه دلوقتي؟ خد يا عم بريك 10 دقائق ارتاح شويه كده قبل ما ندخل على اهم اثنين بقى اللي هو السمبل سبستيتيوشن والدبل سبستيتيوشن عشان تبقى الحصه خلصت. خد بريك وارجع لي. يلا بقى بينا طلبه ثالثه اعدادي، بعد ما خدنا بريك شويه تعال نكمل الدرس بتاعنا. تعال نكمل التايبس اوف كيميكال رياكشن، ندخل على اخر نوعين وهو السمبل سبستيتيوشن والدبل سبستيتيوشن. بص يا حبيب قلبي، قبل ما ادخل على السمبل سبستيتيوشن تعالى اشرحها لك بقى كده ايه سريعا على الجزء اليمين ده احنا بنعمل ايه. انت بمنتهى البساطه بيكون عندك كومباوند زي مثلا الاتش سي ال، تمام؟ انت بتجيب للاتش عنصر تاني، بتجيب للاتش عنصر، العنصر ده لازم يكون اقوى منه، فايه اللي يحصل؟ فيروح طارد الاتش وراكب مكانها ومطلع الاتش بره. ده اللي بيحصل في الدبل سبستيتيوشن، ان انت عندك عنصر اقوى من عنصر. دلوقتي انت عندك كومباوند اهو، الكومباوند ده فيه عنصر ضعيف، انت رحت جبت له عنصر قوي، فالعنصر القوي يروح مطلع العنصر الضعيف وراكب مكانه. في مشكله؟ زي سنه الحياه، القوي بياكل الضعيف، فلما تجيب للاتش الضعيفه تجيب لها مثلا حاجه اي عنصر قوي اقوى منها زي مثلا الام جي مثلا، يروح الام جي راكب مكان الاتش ومطلع الاتش بره. هي دي اللي اسمها عشان كده اسمها ايه؟ سمبل سبستيتيوشن. الاي سترونجر اهو، سترونجر ذان البي، اقوى من البي، فيعمل ايه؟ فيروح مطلع البي بره وراكب هو مكانها فيبقى اي سي بلس بي. حد عنده مشكله؟ طيب مستر انا عارف السؤال والله العظيم اللي بيدور في دماغي دلوقتي، مستر اعرف منين مين اقوى من مين؟ انت لازم بقى تقول لي في حاجه اسمها السيريز بتاعتي هوريها لك دلوقتي، دي بترتب لك من اقوى لحد اضعف. تعال نشوف. معلش بقى ده كده كده هنرجع له تاني، نرجع لكل دول تاني، هنرجع لكل دول تاني، بس تعالى هنا بقى. هي دي السيريز بتاعتي بمنتهى البساطه. الهيدروجين اهو ده اللي انا بقارنه. بص يا حبيب قلبي، اي حاجه فوق تقدر تريبليس اللي تحت. يعني مثلا لو قلت لك كالسيوم، ايا كان كالسيوم ايه، حطيت مع الكالسيوم ده ليثيوم، هتلاقي الليثيوم طرد الكالسيوم وركب مكانه. ليه؟ لان اللي فوق هم اقوى حاجه،
فاي حاجه فوق تقدر تريبليس اللي تحت، يعني البوتاسيوم يقدر يريبليس الصوديوم، الصوديوم يقدر يريبليس الليثيوم، الليثيوم الباريوم، الباريوم الكالسيوم، الكالسيوم المنجنيز، وهكذا. اللي فوق يقدر يريبليس اللي تحت. فهي دي المتسلسله بتاعتي من اضعف حاجه اللي هو الجولد. عارف ده معناه ايه؟ معناه انت لو حطيت جولد اهو بلس اي كومباوند، هل هيحصل سبستيتيوشن؟ لا، لان لازم القوي يبدل الضعيف. طب ما ده اصلا اضعف حاجه، يبقى ده مستحيل يركب مكان اي حاجه، لان اي حاجه هتكون هنا هتكون اقوى منه. يبقى خد بالك المتسلسله دي حضرتك بتعرفها من الاقل قوه للاكثر قوه، من اول الجولد لحد البوتاسيوم. يلا بالترتيب: جولد، بلاتينيوم، سيلفر، ميركوري. بص، جولد، بلاتينيوم، سيلفر، ميركوري، كبر، هيدروجين، ليد، تن، ايرون، زنك، الومنيوم، منغنيسيوم، كالسيوم، باريوم، ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم. في مشاكل؟ طيب يبقى خد بالك عشان دي ايه؟ بنحفظها. جميل قوي. تعالى بقى ايه؟ نطبق اللي احنا خدناه هنا واحده واحده في الامثله دي. نبدا اول حاجه. يلا احنا عندنا الدبل سبستيتيوشن 3 انواع. ميتال سبستيتيوت الهيدروجين، يعني ايه؟ يعني انت عندك هنا هيدروجين اهو اهي، هيدروجين وميتال. تعالى اول حاجه ارجع للمتسلسله تاني، رجع الفيديو، شوف مين اقوى، الام جي ولا الاتش؟ هتلاقي الاتش تحت والام جي فوق، معنى كده ان الام جي قوي، معنى كده ان الام جي قوي، والقوي بياكل الضعيف، ادام القوي بياكل الضعيف هيطرد الاتش ويركب مكانها ويطلع الاتش بره. فعشان كده لما اقول ام جي زائد 2 اتش سي ال، ايه اللي هيحصل؟ الام جي يركب مع السي ال اهو بالمنظر ده كده، والاتش تطلع بره. تعالى بقى نعملها ازاي وصلت للشكل ده. بص يا حبيب قلبي، انا بقول لك اهو ام جي زائد 2 اتش سي ال، ايه اللي هيحصل؟ الام جي تركب مع السي ال، نكتبها الاول، ام جي تركب مع السي ال والاتش تطلع لوحدها بره، صح كده ولا انا غلطان؟ تمام. صلي بقى على النبي واحده واحده. اول حاجه، الاتش من عيله التوتو ولا مش من عيله التوتو؟ من عيله التوتو، وانا قايل لك اول لما تلاقي حاجه من عيله التوتو وهتتكتب لوحدها لازم يتكتب جنبها رقم 2 او تحتها رقم 2، فانت هتطلع الاتش بره فلازم يتكتب جنبها رقم 2 اهو. تمام. تعالى بقى الام جي سي ال، بص يا حبيب قلبي، الام جي الفالنس بتاعته 2، السي ال 1، لما اعمل كروس الواحد يروح للام جي والاثنين تروح للسي ال فتبقى ام جي سي ال 2 بالمنظر ده كده اهي، نفس الايكويشن بالظبط. خد بالك، سوليد اكوا سوليوشن طلع لك اكوا سوليوشن وجاز. خلاص، ده اللي اسمه ايه؟ السمبل سبستيوشن، القوي بيكسب الضعيف. تعالى كده نشوف لو في مثال تاني اهو. هنا عشان مثلا اوريك الجزء بتاع القوي بيكسب الضعيف، هعمل ايه؟ هجيب اتش سي ال واجيب 3 عناصر، كبر، ايرون، زنك. تاني، كبر، ايرون، زنك، مين اقوى؟ الزنك، بعديه الايرون، بعديه الكبر. مستر عرفت منين؟ ارجع للمتسلسله بتاعتك. فين الزنك؟ اهو. فين الايرون؟ اهو. فين الكبر؟ اهو. صح ولا انا غلطان؟ خد بالك، حطيت الثلاث عناصر دول مع هيدروجين، صح ولا انا غلطان؟ نبدا اولا بالكبر. بذمتك الكبر تحت ولا فوق؟ تحت، يعني الكبر ضعيف. يبقى انت تخيلك لما احط الكبر مع الهيدروجين هيحصل حاجه؟ لا، الهيدروجين هيفضل زي ما هو مش هيتاثر، لان الهيدروجين اقوى من الكبر. جميل. ولكن لما احط زنك او احط ايرون اكيد هيتاثروا، عشان الزنك والايرون اقوى من الهيدروجين، فهيطردوا الهيدروجين ويركبوا مكانه. جميل قوي. بس هل هيركبوا بنفس السرعه؟ لا، الزنك اقوى فهيركب بطريقه اسرع، هيديك دلائل احسن، ولكن الايرون هيركب برضه بس هيكون ابطا من الزنك. كل ما الاكتيفيتي زادت كل ما السرعه في ان انا اشيل الهيدروجين واركب مكانه هتكون احسن. تعالى كده نرجع للجزء بتاعنا اهو. بص كده، الكبر نو بابلز فورم نو رياكشن، ليه؟ عشان بمنتهى البساطه الهيدروجين اعلى من الكبر، الهيدروجين هو القوي، فخلاص الكبر مش هيعرف يعمل له ريبليس، مش هيعرف يعمل له سبستيتيوشن، مش هيعرف يركب مكانه. ولكن لو جيت بصيت على الزنك، بابلز فورم رابيدلي يعني بسرعه، بس الايرون بابلز فورم سلولي. مين اسرع؟ الزنك. ليه؟ عشان الزنك اعلى. حد عنده مشكله؟ هنا حصل فاست رياكشن، هنا حصل سلو رياكشن، ليه؟ عشان الزنك اعلى. حد عنده مشكله؟ فانا ممكن كطالب ثالثه اعدادي اختبر فهمك ان انا اعمل ايه؟ شايف المثال ده؟ هشيل الثلاث عناصر واحط لك ثلاثه تانيين، مثلا صوديوم، ليثيوم، بلاتينيوم. نفس كتاب المدرسه، شلت الثلاث عناصر حطيت ثلاث عناصر جداد عشان اختبر فهمك. ها، اول حاجه البلاتينيوم هيقدر يريبليس الهيدروجين؟ لا، عشان الهيدروجين فوق والبلاتينيوم تحت. شكرا. هنا الصوديوم والليثيوم مين اسرع؟ مين هيرياكت اسرع؟ الصوديوم. مين هيطلع لك بابلز بسرعه؟ الصوديوم. هذا عنده مشكله؟ طب لو جيت قلت لك جيف ريزون
هتقول لي because الصوديوم is more active than lithium so it will replace the hydrogen faster than the lithium. بس الموضوع بسيط جدا. تمام. حد عنده مشكله؟ حلو قوي. اهو all element above hydrogen replace الهيدروجين، كل اللي فوق الهيدروجين يقدر يريبليس الهيدروجين، لكن اللي تحت الهيدروجين ما يقدرش. all element below hydrogen doesn't react with diluted acid، ما يقدرش ان هو يعمل له ريبليس. جميل. هنا metal substitute the hydrogen of water. very active metals at the top of the reactivity series. الفيري اكتيف ده اللي موجود فوق، حلو قوي. and replace its hydrogen. طب تعالى نشوف. اهو انا دلوقتي عندي Na وعندي H2O. مين اقوى؟ ال Na ولا ال H2O؟ او ال H يعني ولا ال N؟ ال Na ولا ال H؟ تعالى كده نرجع. ال Na ولا ال H؟ ال Na ولا ال H؟ ال Na ولا ال H؟ ال Na اهو. ال H اهو. كده ال Na هو اللي يكسب صح؟ يبقى هقدر اعمل سبستيتيوشن ولا مش هعرف؟ هعرف عادي يا مستر. اهو بالمنظر ده. فال Na هتريبليس، خد بالك هنا اكنك كاتب H وH وO. في مشاكل؟ فال Na هتركب مكان H واحده بس. ال Na تركب مكان H واحده بس فيبقى OH، فبقت 2 NaOH. طيب والاتش اللي باقيه دي اهي، بس ادام هي من عيله التوتو يتكتب تحتيها رقم 2. حد عنده مشاكل؟ تمام. اخر حاجه بقى metal substitute another one in its salt solution. خد بالك هنا انت عندك 2 ميتالز خلاص، اكيد مليون في المية عشان اعمل سبستيوشن لازم الميتال اللي انا هجيبه يبقى اقوى من الميتال اللي موجود. بس هنا بقى في معلومه مهمه، تركايه مهمه تكتبها عندك. لازم الميتال الثاني ما يكونش سوليد، لو سوليد وسوليد مش هيحصل حاجه، لازم يكون اكوا سوليوشن. طيب فانا هعمل ايه؟ يلا هجيب زنك احطه على CuSO4، بس CuSO4 ده ايه؟ لونه ازرق اهو. هذا عنده مشاكل؟ حطيت معاه حته زنك اهي. خلاص يا جماعه، ايه بقى اللي حصل؟ الزنك ركب مكان الCu. ليه؟ عشان الزنك اعلى من الCu فطرد الCu، فالCu طلعت بره والزنك ركب مكانها. حد عنده مشاكل؟ فهمنا الدنيا ماشيه ازاي في السبستيوشن؟ الموضوع بسيط قوي فيه. حلو قوي الكلام ده. فخلاصه الكلام كونكلوجن بقى للتايب الثالث اللي هو السمبل سبستيوشن. بمنتهى البساطه الميتالز اللي في الكيميكال اكتيفيتي سيريز اللي فوق يقدروا يريبليس اللي تحت. كل ما انت تبقى اقوى كل ما هتفتري على اللي تحت وهتعمل له ريبليس. فانا بقول لك في الكونكلوجن according to the activity series a metal higher in the series، كل ما تبقى اعلى في السيريز كان ريبليس a metal lower، اللي فوق يقدر يريبليس اللي تحت. حد عنده مشكله؟ ماشي. تعالى بقى نروح للدبل سبستيوشن. الدبل سبستيوشن ده اخر حاجه معانا، موضوع بسيط قوي. يبقى احنا كده خلصنا التايبس اوف كيميكال اكشن، خلصنا الدرس الاولاني. مش عارف صراحه مدته هيكون ايه، ممكن تبقى مثلا ساعه ونص ولا حاجه، ولكن ده كده ايه، ده كل اللي انا محتاج اعرفه في الدرس الاولاني في ليسون 1 اللي هو تايبس اوف كيميكال اكشن. في جزء تاني في ليسون 1 طبعا ده لو انت شغال بكتاب الامتحان مثلا او كتاب المدرسه اللي هو اوكسيديشن وريدكشن، لا ده انا حاطه في جزء تاني بعد ما انت تبقى ذاكرت التايبس اوف كيميكال اكشن كويس قوي. يلا بينا. طيب a reaction between two ionic compound usually in an aqueous solution where the ions and cations swap partners forming two new compound. معنى ايه؟ انت بيكون عندك كومباوند بوزيتيف وكومباوند نيجاتيف، كومباوند بوزيتيف وكومباوند نيجاتيف. طيب ايه اللي بيحصل يا جماعه بمنتهى البساطه؟ بمنتهى البساطه طبعا الاسهم دي غلط سيبك منها خالص. ايه اللي بيحصل؟ البوزيتيف بيروح يمسك في النيجاتيف، يعني الاي تمسك في الدي والسي تمسك في البي. اهو الاي تمسك في الدي والسي تمسك في البي، بس مش اكتر. البوزيتيف يمسك في النيجاتيف من هنا والنيجاتيف هنا تمسك في البوزيتيف من هنا. حد عنده مشاكل؟ طيب بس خد بالك لما بتيجي تكتب بتكتب البوزيتيف الاول، يعني دي كانت بوزيتيف فتبقى دي بوزيتيف ودي نيجاتيف. هنا كان مين بوزيتيف، البي ولا السي؟ السي صح، عشان كده كتبت السي الاول. يبقى خد بالك بعد ما بتعمل سواب، عشان كده اسمه الدبل سبستيوشن، بتعمل اثنين سبستيوشن ما بين ده وده وده وده، فبتعمل دبل سبستيوشن. لما تيجي تكتبه تكتب البوزيتيف الاول بعديها النيجاتيف. خلاص فخد بالك. هنا مثلا تعالى بص، اول حاجه انت عندك حاجه اسمها اسيد وعندك حاجه اسمها بيز وعندك حاجه اسمها نيوترال. طيب انا اعرف منين اللي عندي الكومباوند اللي عندي ده اسيد ولا بيز ولا نيوترس ولا نيوترال؟ بجيب حاجه اسمها فين
ماشي، بيجي حاجه اسمها ليمتس بيبر. طيب باعمل ايه بالليمتس بيبر دي؟ بمنتهى البساطه انت بتحط عليها الحاجه اللي انت عايز تكشف عليها هي بيز ولا اسيد ولا نيوترال. لو هي كانت نيوترال بتلاقي البيبر بتاعك بقى لونها اخضر، ده معناه ان الحاجه اللي عندك نيوترال. ولكن لو كانت هي الالوان دي معناه ان هي بيز، طبعا كل ما تروح كده يبقى البيز اقوى، او الالوان دي يبقى دي اسيد، كل ما تروح كده يبقى الاسيد اقوى. حد عنده مشكله؟ طيب انا هاجي هنا همسك ال NaOH ده بيز صح؟ ادي ال Na بوزيتيف وال OH نيجاتيف. حد عنده مشكله؟ تمام. بلس HCl، ال HCl ده ال H بوزيتيف وال Cl نيجاتيف. حد عنده مشكله؟ كده انت بتحط سترونج بيز على سترونج اسيد، وده اول نوع عندك. الاسيد ميتس بيز، يعني الاسيد مع البيز بيتقابلوا مع بعض بالمنظر ده اهو. ايه بقى اللي بيحصل؟ بمنتهى البساطه ال Na تروح للCl والH تروح للOH، فبقت NaCl زائد، خد بالك خد بالك H وOH، ما هو H وOH فانت عندك 2 H فبقت H2O. حد عنده مشكله؟ جميل. طبعا خد بالك لما انت بتعمل رياكشن ما بين اسيد وبيز، لما بتعمل رياكشن بين اسيد وبيز ده تايب من الدبل سبستيتيوشن اللي احنا لسه شارحينه. جميل. فده بقى بيديك ايه في الاخر؟ ده بيديك سولت وبيديك ووتر. حفظ. دايما لما بتعمل رياكشن ما بين اسيد وبيز اهو بالمنظر ده، فبدات ان انا ابدلهم بيديني ايه؟ بيديني سولت ملح وبيديني ميه. ده دايما ثابت واسمه ايه؟ اسمه نيوتراليزيشن رياكشن. تاني يا جماعه تاني، الدبل سبستيتيوشن اول نوع منه اسمه نيوتراليزيشن رياكشن. بيحصل امتى؟ لما تحط بيز على اسيد. تاني، بيز على اسيد ده اسمه دبل سبستيتيوشن، نوعه نيوتراليزيشن. في الاخر بيديك ايه؟ بيديك ميه وبيديك ملح، بيديك سولت وبيديك ليكويد. هنا سترونج اسيد رياكت وذ سالت اوف ا ويك اسيد. تعالى كده نشوف اهي بالمنظر ده. انت عندك ال Na ده البوزيتيف والسي او 3 ده ايه؟ النيجاتيف. طيب ال H ده البوزيتيف والسي ال ده النيجاتيف. ايه اللي هيحصل؟ ال Na تروح تمسك في السي ال اهي، وال H تمسك في السي او 3. خد بالك ال H لما تمسك في السي او 3 ايه اللي هيحصل؟ السي او 3 دي في اكسجينيه منها هتروح لل H هتبقى H2O، والباقي هيبقى CO2 بالمنظر ده. يبقى خد بالك لما الهيدروكلوريك اسيد رياكت والصوديوم كربونات، لما الهيدروكلوريك اسيد رياكت والصوديوم كربونات الايونز بتبدا تكستشينج، البوزيتيف يروح للنيجاتيف والنيجاتيف تروح للبوزيتيف زي ما احنا متعودين، الدبل سبستيتيوشن. بعد كده بيديك ايه بقى؟ بيديك صوديوم كلورايد وميه، يعني ليه؟ يعني ليكويد وجاز. تمام؟ حد عنده اي مشكله؟ جميل. هو المفروض فعليا اللي بيحصل لما تعمل ده وده، المفروض ان ده ال Na تروح للسي ال اهي، ومفروض السي او 3 يروح تبقى اتش سي او 3. حد عنده مشكله؟ ال HCO3 ده بعديها بيتفكك لايه بقى؟ ل CO2 وال H2O. حتى بص هو لو ركزت هنا Na2 زائد 2 HCl يديك الايه؟ الشكل اللي احنا وصلنا له ده. طبعا في هنا ايه؟ في مشاكل. بعد كده ده يروح متفكك CO2 و H2O. حد عنده مشكله؟ يبقى انت دول اللي انت عادي متعود عليه، اللي هو تكتب H2CO3 اللي انت متعود عليه. بس خد بالك الكومباوند ده بيعمل ايه؟ بيتفكك الاثنين. حد عنده مشكله؟ تمام. ماشي. هنا لو عايزين احنا نعملها الاي جي بوزيتيف، ال ان او 3 نيجاتيف، ال ان اي بوزيتيف، السي ال نيجاتيف. فالاي جي يبدا يمسك في السي ال اهو، والان اي تبدا تمسك في الان او 3 اهو بالمنظر ده كده. هنا بيقول لك ايه؟ when silver nitrate اللي هو ده is added to sodium chloride اللي هو ده، لما الاثنين يبدا يتحطوا لبعض هيبدا يحصل دبل سبستيوشن، البوزيتيف يعمل تشينج مع النيجاتيف والنيجاتيف يعمل تشينج مع البوزيتيف. حلو قوي. forming sodium nitrate solution اهو and silver chloride salt، ملح وسولوشن، ملح وسولوشن. حد عنده مشكله؟ تمام. نقول له بالمنظر ده كده عندك. طيب ريل لايف ابلكيشن، وده كده اخر حاجه نختم بيها الحصه بتاعتنا. مستر انا بستفاد ايه بالدبل سبستيوشن ده؟ بص يا حبيبي، some groundwater contain a high concentration of calcium and manganese salts called hard water. بص يا حبيبي، الميه اللي احنا بنجيبها من تحت الارض ساعات بيكون فيها تركيز عالي من الاملاح، زي ايه؟ زي الكالسيوم والمغنيسيوم. كالسيوم ومغنيسيوم الاثنين بيكونوا موجودين عندك في الميه بتاعتك. طيب دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟
حاجه وحشه، الميه كده تبقى مملحه، مش تبقى صالحه للشرب. فانا لازم ادخل على الميه دي عنصر يكون اقوى من المنجنيز واقوى من الكالسيوم فيعمل لها ريبليس. فبعمل ايه بقى؟ كوز سكيل ديبوزيت انسايد بايبس. ماشي، طبعا لما تبقى مملحه والميه ماشيه في انابيب او حاجه زي كده فبتبدا تتاكل، ما هو الملح بيبدا يعمل تاكل للحديد، فيبان لك المنظر اللي قدامك ده، فكل حاجه عندي هتبوظ. حلو، هبدا اعالج الوتر ازاي دي؟ اد صوديوم كربونيت، احط صوديوم كربونات عشان يبدا الصوديوم كربونات react with the calcium والمنجنيز ions in a precipitation reaction to form insoluble salt. يعني بيبدا الصوديوم كربونات يتفاعل معاه فيبدا يغير الترتيب، بدل ما يبقى الكالسيوم والمنجنيز مع بعض هبدا اعمل دبل سبستيتيوشن فابدا اغير الترتيب، فانا كده فصلتهم عن بعض فكده ما حصلش عندي التاكل اللي حصل ده. هي دي فايده الدبل سبستيتيوشن، هي بتعالج الهارد ووتر. ايه هي الهارد ووتر؟ دي ميه بيكون فيها املاح زي الكالسيوم والمنجنيز. طيب هنا المفروض ادخل على الاكسيديشن رياكشن، ده هنأجله مش هنعمله دلوقتي. كده يبقى انا خلصت الدرس الاول لطلبه ثالثه اعدادي تايبس اوف كيميكال رياكشن. انت بمنتهى البساطه تحفظ ايه وتخلي بالك من ايه؟ تخلي بالك بس من المعادلات، وكل معادله مين سوليد مين ليكويد مين اكوا سوليوشن، كل الكلام ده مين سوليد مين اكوا سوليوشن مين جاز، هي دي كل الفكره. طب انا ازاي اكتب المعادله دي؟ انت اتعلمتها من بدايه الحصه خالص، عيله التوتو الفالنس كل الكلام ده لازم تاكد عليه قوي عشان يبقى انت كده ماشي معايا خطوه بخطوه. شكرا ليكم يا شباب، كده لما خلصنا الدرس الاول خليك متاكد ان انت تشترك في القناه وتحط لايك على الفيديو ده. اي كومنت حابب ان انت تحطه لي تقدر تحطه لي في الكومنتات بس انا اعالجه الفيديو اللي جاي. خلاص، بفكرك انت تبعت لنا مسج على رقم الواتساب عشان ابعت لك الملزمه وابعت لك اي شتات، ولو عندك اي سؤال تقدر تسالني. شكرا ليكم، نشوفكم